ليش في ناس برمضان بتنحف وبتطلع بجسم رياضي، وناس تانية بتصوم نفس العدد الساعات بالضبط بس بتطلع من رمضان أتقل وتعبانة؟ أكيد مريت بهالتجربة. صمت 30 يوم، تعبت وحرمت حالك من أكلات كتيرة، وبعد العيد لما وقفت على الميزان لقيت وزنك زاد بدل ما ينقص. وبنفس الوقت أكيد شفت ناس حواليك بياكلوا براحتهم برمضان ومو محرومين من شي، ومع هيك بينحفوا وبيصيروا أحسن وأخف، وانت بتسأل حالك كيف هالشي ممكن يصير؟ المشكلة مو بالصيام أبدا، الصيام بحد ذاته رائع وفوائده العلمية مثبتة، بس المشكلة بطريقة الإفطار والسحور يلي أغلب الناس عم تطبقها غلط من دون ما تنتبه. أول لقمة بتاكلها على الإفطار ممكن تكون السبب إنك بتحرق دهون أو تخرب كل صيامك وتحوله لتخزين دهون، وسحورك كمان ممكن يكون السبب إنك تحس بجوع قاتل بعد 4 أو 5 ساعات، بينما بطريقة بسيطة تانية ممكن تضل شبعان ومرتاح لحد وقت الإفطار. اليوم رح قلك خطوات علمية واضحة ومحددة لو طبقتها برمضان ممكن تنحف من 4 ل6 كيلو بدون ما تحرم حالك من أي أكلة بتحبها، وتطلع من رمضان بطاقة ونشاط مو بتعب وخمول. ورح خبرك عن نصائح، مو نصائح عامة من نوع كل صحي وشرب مي، لا، هدول خطوات مبنية على علم وأرقام واضحة فيك تطبقها من أول يوم وتشوف الفرق.